الأكلة اللي هنعملها النهاردة هي أكلة أصحاب المزاج في الأكل. بس احنا هنعملها بقى من بديل صحي جدا عن مكونها الأساسي وهو الدقيق الأبيض، وكمان من غير بقى فرهضة وتوفير كبير جدا للوقت. المكون الأساسي بتاعنا فيها اللي هو دقيق السميد أو السمولينا أو دقيق البسبوسة. هناخد منه كوباية ونص. وزي ما انتوا شايفين كده الكوب الكبير عبارة عن 250 ملي، وبالتالي النص بتاعه 125. هنبدأ نعبر بيهم، وده أضمن ان هو يديكي يعني مقاييس مظبوطة جدا للوصفة بتاعتك، انك تستخدمي الأكواب المعيارية. تمام، خدنا الكمية اللي احنا عايزينها. هنروح بقى نجيب مقلاية ونحط فيها معلقة سمنة بلدي حلوة كده وتتوصي بيها، ونرفعها على النار. مجرد ما تفك على طول هننزل بالدقيق السيمولينا بتاعنا، ونقلب لغاية ما يتشرب كويس جدا المادة الدهنية أو السمنة البلدي اللي احنا حطيناها عليه. زي ما انتوا شايفين كده هنبدأ بعد كده ننزل بكوباية ونص من الشوربة، تمام، او كوبايه ونص من الميه لو انت ما عندكيش، وهتضيفي التوابل اللي انت ضايفاها طبعا للشوربه اللي هي اساسا متبله. هنبدأ نحط الكوباية الأولانية ونقلب لغاية ما تتشرب كويس جدا. نبدأ ننزل بالنص الكوباية التاني ونقلب برضو لغاية ما نبدأ نلاقي عندنا بدأ يبقى فيه تكتلات بسيطة كده، نبدأ نفكها برضو بالمعلقة ونقلب لغاية ما تتبخر المادة السايلة من دي السمولينا أو الوصفة بتاعتنا. اللي عايزاكم تكتبولي في الكومنتات أو في التعليقات إيه هي الوصفة اللي احنا عملناها النهاردة بالدقيق البسبوسة، وطلعت معانا زي ما انت شايفه كده مفلفله وجميله جدا. هنرفعه بقى من على النار. طبعا ايديكي ما تسيبوش اثناء التقليب خالص على النار لغايه ما تلاقيه وصل معاكي المرحله دي مفلفل جدا، مش معجن مش متكتل ولا اي حاجه. تبداي تقدميه بقى في طبق التقديم بالشكل اللي انت تحبيه. هتحطي طبعا جنبه اللحمه المحمره. طبعا من اساسيات الوصفه دي ان بيبقى جنبها اللحمه، وبتتاكل في اوقات معينه كده كلنا عارفينها. فعشان كده انا مش هحرق لكم اسم الوصفه الا لما انتوا تقولوا لي في التعليقات بتاعتكم. سهله جدا سريعه، هنعمل منها الحلو بتاعها بنفس الطريقه مع شوية تركات كده هتخلي الطبق مختلف تماما عن أي طبق للوصفة دي كنت كلتيه قبل كده. وأشوفكم فيديو قادم، مع السلامة، تحياتي.